سلام الله عليكم الخوت. جيت وما جيت بيدي يا خاوين. جبت لكم قصة تحت عنوان النية. بداو على بركة الله. أنا عمر، جيت نعاود لكم قصتي اللي يمكن تنفعكم بزاف في حياتكم. كنت أنا هو داك الولد المفشش اللي عند ماما اللي كان خاصني كتحضروا ليا. أما الوالد كان أغلب الأوقات مسافر خارج البلاد، كانت عنده خدمة تما. الوالدة كانت كتهتم بيا بزاف لواحد الدرجة اللي كتزعجني ديما، كتبعني فين ما مشيت، في المدرسة، في الملعب، حتى في الشارع. ما كانتش كتخليني نجلس فيه. انا كنت ديما كنقول لا، علاش ماما ما كتعطينيش الحرية ديالي بحال الدراري صحابي؟ ديما كنتعصب ملي كندخل للدار، ما كنهضرش معاها، كنحاول نقاطعها باش تفهم راسها. باقي عاقل على داك النهار اللي كنت كنلعب فيه الكرة مع صحابي. سولني واحد صاحبي: عمر، واش هذيك ماماك ديما كتجي وتفرج فيك ملي كتكون تلعب معنا؟ جاوبته بكل وقاحة: لا، ما كنعرفهاش، باش ما يقولش لي صاحبي باللي باقي تخاف عليك ماماك. وانا كنلعب ضربني واحد صاحبي وتقصحت، طحت وشديت في رجلي. تجمعوا ليا صحابي، هي تجي الوالدة كتجري وتبكي: شنو عندك ولدي؟ شنو وقع لك؟ عيطوا لسيارة الإسعاف، جات وداتني للسبيطار. عملت عملية على رجلي حتى وقع لي كسر. وانا في السبيطار الوالدة ما كانتش كتفارقني، ليل ونهار جالسة حدايا. فوقاش ما فقت كان وجدها كتشوف فيا، كنشوف فيها كنلقاها مسكينة كتبكي. كتسولني: ولدي، خاصك شي حاجة؟ واش باقي موعد؟ انا باقي على العناد ديالي. كنقول لها غير بشويه، لا، كنقلب وجهي والناس. دازت سيمانه وانا في السبيطار على نفس الحال. خرجت مكنقدرش نمشي الا بمساعده العكاكس الطبيه. قال لي الطبيب: من دابا شهر عادي يمكن تخرج من الدار، دابا غتمشي وتشد الغرفه ديالك. مشينا للدار، الوالده ما كتفارقنيش ليل ونهار. دا الشهر وديت كنتمشى، رجعت للمدرسة ديالي والوالدة باقا كتبعني. حتى لواحد النهار قلت نهضر معها، رجعت للدار عيطت: ماما ماما. نعم ولدي، انا غنجي. اجي ماما، بغيت نهضر معاك. ماما جات مسكينه مخلوعه: ياك لاباس ولدي؟ وقعت لك شي حاجه؟ لا ماما، انا بخير، غير بغيت نقول لك ما تبقيش تتبعيني، راني كبرت ماما. قالت مسكينه: الحمد لله الحمد لله ولدي، انت باقي، الله عندك 10 سنين، وخاص ضروري شي واحد يعتني بيك. وانا نقول لها: علاش الدراري صحابي ما كتبعهمش ماماهم؟ قالت بكل بساطة: لان ماماك عندها ولدها عزيز بزاف اكثر من مامات صحابك. وانا نقول لها: اوف اوف ماما. دخلت لبيتي وسديت عليا حتى العشاء ما تعشيت. مشات الايام وجات الايام، كبرت وصلت ل 18 عام. الوالدة عطاتني الحرية ديالي. كان عندي ديك العام الباك، قريت ونجحت، وفرحت ليا الوالدة، وفرحة ما قادها فرحة. وكنت انا فرحان بزاف، حيت غنمشي نقرا في مدينة اخرى وغادي نحصل على الحرية الكاملة المطلقة. وبالفعل مشيت وفارقت الوالدة اللي بقات كتبكي وتوصي فيا. وغير انا في الطريق اتصلت بيا اكثر من 10 المرات.
شرينا واحد الدار انا والدراري صحابي. مشات الايام وجات الايام والوالده باقا على نفس العاده ديالها. كل نهار كتصل بيا 2 مرات حتى 3 كتطمئن عليا. كان داكشي كيعصبني بزاف، وخصوصا ما كنتش كنرضى قدام صحابي. شحال من مره كنقطع عليها. جات العطله ورجعت للدار، بديت كنخرج في الليل نسهر مع صحابي، كنرجع حتى ل 12 الوحده. واحد النهار صاحبي كانت عنده حفله، رجعت حتى 3 ديال الصباح. بالي الضو شاعل في الدار، عاوتاني الوالده باقا فايقه. دخلت للدار، الوالده علاش باقا فايقه؟ بقات لي مسكينه وهي كتضحك. كي دوزتي وليدي الحفله؟ قلت لها الحفله دازت زوينه الوالده. قالت لي اجي نتحدثوا شويه ولدي. قلت لها خليني فيا النعاس بزاف. الوالده كتهضر بصوت حزين: عمر اجي ولدي، نهار كامل ما شفتك، نهضروا شويه. وزرت ناس. قلت لها خليني الوالده نمشي نعس، راني مهلوك. كندخل لبيتي ونسد الباب بالجهد في وجه الوالده. خوتي، في وجه المراه الوحيده اللي سهرت الليالي على راحتي. دازت العطله ورجعت نقرا. سير ايام وجي ايام. في واحد الليله مع 12 ديال الليل كنسمع التليفون كيصوني. جاوبت. قالوا شكون معايا؟ جاوبات: انا فاطمه جارتكم. انا فاطمه جارتكم ولدي. بدات كتبكي وانا نقول لها شنو عندك ياك لاباس؟ قالت لي ما عرفت كيفاش نقول لك. ماماك ولدي، ماماك ولدي ماتت. طاح لي التليفون من يدي، خرجت كنجري ونغوت في الشارع حافي القدمين: ماما ماما. تمنيت نموت في ديك اللحظه. شديت طاكسي ورجعت للدار. وصلت كنت فكر ديك الايام اللي كانت كنجي ولقى الوالده باقا كتسنى فيا. دخلت، الناس كلهم كيبكيو وانا مصدوم باقي ما متيقش. قالت لي جاره فاطمه ولي اجي تشوف ماماك. قربت منها، كنمشي خطوه ونوقف، ونزيد خطوه ونوقف. قربت والوقت، وبديت كنهضر بشويه وكنردد: ماما فيقي، ماما عافاك لا ما فيقي، انا عارفك باللي غيرك راكي ناعسه. كانت مبتسمه الله يرحمها والنور على وجهها. عنقتها وبديت كنغوت: ماما علاش خليتيني؟ ماما علاش خليتيني وانا باقي محتاجك؟ بديت كنبوس في يديها وفي وجهها. سبحان الله العظيم، ما عمرني قبلتها ملي كانت حيه بداك الحراره اللي درت ليها وهي ميته. وانا نشوف واحد رساله شادها بيدها اليسرى، خديتها وفتحتها. مكتوب فيها: ولدي عمر، كنبغيك بزاف. يمكن ملي تقرا هاد الرساله كنكون مشيت عند الله. اسمح لي يا ولدي حيت ما عطيتكش الحريه ديالك. ماماك. بديت كنغوت ونبكي: ماما غير رجعي،
ماما غير رجع نبقى جالس حداك ليل ونهار، ما عمرني نتحول من حداك ولا نمشي من شي بلاصة. ماما غير بقى يحيي عافاك. خوتي عمرني في حياتي ما حسيت بداك الاحساس، وما كنتمنى لتا واحد يعيشو. الله يرحمها مسكينه والساليه. وانا خوتي كتنتهي القصه ديال عمر اللي كتبها غير باش يفكركم بواحد الانسان اللي ما كتعوضش، واللي ما كيحس بالغياب ديالها غير اللي فقدها. الله يسمح لنا من الوالدين، والله يطول في عمر اللي باقي. الى هنا كتنتهي القصه ديالنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في قصه جديده ان شاء الله.